ايه كميه الجبروت والفجر اللي كانوا في الراجل ده. انت متخيل ان في ملك تحدى ربنا سبحانه وتعالى، قال له يا رب جمع جيش وانا اجمع جيش ونشوف مين اللي يكسب. في يوم من الايام حكم الارض كلها ملك ظالم قاعد يظلم في الناس ويتجبر ويبهدل في المساكين، مال الارض كلها فساد وظلم. والملك ده كان اسمه النمرود. ربنا سبحانه وتعالى بعت له ملك من عنده علشان يقول له يا نمرود اعبد ربنا سبحانه وتعالى وكفايه ظلم وتجبر في الارض، وكمان ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تحكم الارض وتكون ملكك زي ما انت كده، بس تشهد ان لا اله الا الله وتعبده. لكن النمرود رفض وتجبر وقال مفيش اله غيري. ساعتها راح الملك ورجع له تاني وقال له يا نمرود اسمع الكلام واهتدي واعبد ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها النمرود رفض للمره الثانيه، وفي كل مره يتجبر اكتر من المره اللي قبلها. فراح الملك ورجع له للمره الثالثه وقال له يا نمرود اسمع الكلام واعبد ربنا سبحانه وتعالى وكفايه ظلم، والله العظيم انا لك من الناصحين. لكن النمرود رفض للمره الاخيره. ساعتها الملك ده قال له خلاص يا نمرود اجمع جموعك وانا اجمع جموعي، يعني جمع جيشك وانا اجمع جيشي. ساعتها النمرود فرح جدا وقال هي دي الحرب اللي هتقوم بيني وبين رب السماء، ولو كسبت فيها اكيد انا هحكم الارض والسماء. هربت منه على الاخر، وصل لمرحله من الجبروت والغباء ما تتوصفش. سبحان الله ربنا سلط عليه نفسه، ما عادش عارف يفكر، والله العظيم دماغه خلاص باظت. المهم النمرود ادى امر للرجال بانهم يجمعوا كل عسكري في الجيش ويتجمعوا كلهم في مدينه بابل في العراق. وهنا بدا يتجمع جيش النمرود من كل اقطاب الارض ومن كل حدب وندب. جيش النمرود تلاقيه جاي من كل حته في الدنيا، وفعلا جمع النمرود جيش من اعظم الجيوش اللي اتجمعت للبشر، وكلهم واقفين في بابل مستنيين جيش ربنا سبحانه وتعالى ينزل علشان يخلصوا عليه والنمرود يحكم الارض والسماء. والنمرود واقف مبسوط جدا، جيشه كبير عدد ملوش اول من اخر، وخلاص تاكد ان هو يكسب في المعركه دي. مين هيقدر على جيش النمرود؟ وفجاه كده في لحظه سكوت ياتي جيش الله، اعداد مهوله نازله من السماء، يقال من كثره العدد بتاعه الجيش ده حجبت ضوء الشمس. فيا ترى ايه هو الجيش اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته للنمرود علشان يقضي عليه؟ وايه يا ترى اللي حصل في الحرب دي؟ ويا ترى كان ايه موقف سيدنا ابراهيم من النمرود؟ ومين هو اصلا النمرود ده؟ وازاي ملك الارض كلها؟ وهل فعلا النمرود ده اتصاحب هو والشيطان وكانوا حلفاء؟ كل ده يا صديقي العزيز هنعرفه في هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي وفانزات في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. لو اول مرة تدخل على القناة صديقي فمعاك اخوك احمد شوقي، بقدم لك قصص تاريخية سواء من الدين او من التاريخ علشان في اخر الفيديو نطلع عبرة او عظة تنفعنا كلنا في حياتنا. وزي ما اتفقنا قبل كده يا شباب، انا اكتب واصور ومنتج وانزل، وانت كل اللي عليك بس انك تشترك في القناة وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتنزل تقول لي رايك كمان تحت في الكومنتات، مش هدقل عليك. والله يا جماعة مش هكدب عليكم، انا بمر بظروف مش حلوه، وممكن الفتره الجايه اقطع كتير قوي علشان داخل الجيش، فدعواتكم ليها ربنا سبحانه وتعالى يعدي الفتره ده على خير، وان شاء الله باذن الله نعمل لكم حاجه تعجبكم فيما بعد. النمرود يا صديقي المتابع هو اول شخص حكم الارض من مشرقها لمغربها، وكمان اول ملك تجبر في الارض وظلم الناس، وكمان اول شخص اتحالف مع الشيطان، كان هو والشيطان صحاب. ومش كده بس، تتحدى ربنا سبحانه وتعالى. النمرود ده اول ما استلم الحكم على البلاد بدا بشن غزوات على كل البلاد الضعيفه اللي جنبه، وكل اللي يقابله كان يخلص عليه، وبدأ يكبر واحدة ورا الثانية لحد ما شيد أكبر مملكة في التاريخ، مملكة بابل، وسميت في كتب التاريخ بالمملكة التي لا تغيب عنها الشمس. النمرود ده صديقي العزيز فضل يحكم الأرض 400 سنة، 400 سنة عمال يعذب في الناس، واللي ما بيسمعش كلامه حرفيا بيودع الدنيا، بياخد الصابونة وبيطير على طول. طيب معلش يا أبو الأصدقاء، ممكن تقول لي كده إيه علاقة النمرود بالشيطان؟ في يوم من الأيام النمرود قاعد مفخد مع بعض جواريه، قاعد يتكلم مع دي ويهزر مع دي وياكل ويشرب ولا همه اي حاجه، وفجاه يخش عليه راجل لابس اسود في اسود. فالنمرود يستغرب ويقول ازاي الراجل ده دخل هنا، وازاي عدى من السور وعدى من الحراس اصلا. ولكن الراجل ده يدخل بكل هدوء ويبص على النمرود بكل بروده، ولا كانه خايف منه ولا من رجالته اصلا، ويقول له انا عديت على جنود لابسين ملابس مضحكه كده، وبيقولوا عمالين نحرس في النمرود العظيم. فقلت اشوف مين النمرود العظيم ده، ولكن للاسف يا ريتني ما شفته. لما شفته
وخاب ظن، قاعد وسط البنات زي البغل. وهنا البنات اللي سمعوا الكلام دول استغربوا جدا واتصدموا. يخرب بيت ايه اللي انت بتقوله ده، هتموت يا حزين. وهنا النمرود على طول من غير تردد قام ومسك الرمح بتاعه وقتل الراجل اللي كان لابس اسود في اسود ده. وما استكفاش بكده، تأمر جنوده انهم ياخدوا الراجل ده ويرموه جثته للاسود علشان ياكلوه. وبرضه ما استكفاش لحد هنا، ده كمان امر جنوده انهم يقتلوا البنات اللي سمعوا شتيمه النمرود ده. ما بيرحمش، حرفيا ما بيرحمش، بيقتل اي حد قدامه لو مش عجبه الدنيا. وبعد ما خلص ذبح في الناس دول دخل غرفته وكأن شيئا لم يحدث، ولا كأن في حاجه يا باشا، عادي ايزي يا مان. وبعد ما دخل غرفته سمع صوت من ركن في الغرفه، فيبص يلاقي الراجل اللي كان لسه مموته دلوقتي ورمى جثته للاسود. فهنا النمرود ثبت مكانه ومش عارف ينطق. انت ازاي هنا يا عم، انا مش لسه مموتك دلوقتي؟ وهنا الراجل ده يبص في عيون النمرود بكل بروده ويقول له انا امير النور يوم خلق النور، ويبدا يرجع لهيئته الحقيقيه. وكان شكله مخيف جدا ومرعب، والنمرود واقف مكانه خايف مش قادر يتكلم من اللي بيشوف. وادرك ان اللي قدامه ده مش بشر، وكمان عرف ان المخلوق اللي واقف قدامه ده عنده قوه وقدرات عجيبه وغريبه وقويه في نفس الوقت. فهنا النمرود قال له انت مين وعايز ايه؟ فهنا بقى ابليس اخذ الفرصه وطلع على المسرح وبدا يعرف نفسه للنمرود، وبدا يعرض عليه الاوفر بتاعه. قال له انا ابليس وهخليك يا نمرود تحكم الارض كلها من مشرقها لمغربها، وكمان يا نمرود هخليك اقوى شخص على وجه الارض. ومش كده بس، انا هديك من قوتي ومن قدراتي وهعلمك السحر بتاعي، بس ده كله مقابل حاجه واحده بس، انك تسجد لي، تسجد لي بس. وفعلا النمرود اتبسط جدا بالاوفر ده، شاف الراجل مات وصحي قدامه تاني، وكمان بيطلع ويدخل وسط الحراس ولا كأن حد شايف، فاتبسط وقال ده اوفر ما يتعوضش وسجد للشيطان. وبكده يا صديقي العزيز يكون النمرود اول عابد للشيطان على وجه الارض كلها. باذن الله هبقى اعمل لكم فيديو عن عبدة الشيطان، عن حياتهم واشكالهم وصفاتهم وازاي وصلوا للمرحله دي وعملوا ايه. هحاول اشرح لكم حياتهم بالظبط، وهي حياه غريبه جدا ومقرفه بمعنى الكلمه. ولكن يا اصدقائي حاولوا توصلوا بس الفيديو ده ل1000 لايك عشان نعرف نستمر. معلش الموضوع فعلا صعب جدا في بدايته. المهم يا صديقي العزيز نرجع لموضوعنا. بدأ النمرود يا سيدي يتعلم السحر ويتحالف هو وابليس علشان يفسدوا في الارض اكتر ما هي فسد. في يوم من الايام النمرود حلم ان راكب على فرسه وقاعد يبارز في فرس تاني، وفجأة يتحول الفرس التاني لكوكب ويغطي اشعة الشمس كلها. فالنمرود صحي من نومه وكان مستغرب جدا من الحلم ده، فراح لمفسرين الاحلام بتوعه علشان يشوف رايهم ايه. قالوا له بص يا نمرود، في الايام دي هيولد ولد هيكون سبب في سقوط عرشك ودمار ملك. ساعتها النمرود اتجنن، بعد اللي وصلت له ده عيل يجي يدمر ملكي، وادى الامر لجنوده بانهم يذبحوا اي عيل يتولد. لو ركزت شويه معايا يا صديقي هتلاقي ان في قصه فرعون حصل معاه نفس الموقف ده بالظبط، وبرضه امر بقتل اي ولد يولد، ولكن سبحان الله يتولد سيدنا موسى ويتربى في قصر فرعون. يعني اراده ربنا سبحانه وتعالى فوق اراده اي بشر مهما كانت قوته ومهما كانت نفوذه. هنا بقى مع النمرود يتولد سيدنا ابراهيم، ولكن ام سيدنا ابراهيم تعرف ان النمرود بيذبح اي عيل يتولد، فنجحت ان هي تخبي سيدنا ابراهيم في كهف ويتربى في الكهف ده حياته كلها لحد ما كبر وبقى شاب قوي. كان ابو سيدنا ابراهيم ده راجل كافر، ومش كده بس، ده كان بيصنع الاصنام اللي الناس كانت بتعبد. فعلى طول كان سيدنا ابراهيم يقول له يا ابتي اتعبد ما تصنع، يعني انت بتصنع اله وتعبده يا ابتي. ولكن ابو سيدنا ابراهيم اللي اسمه آزر ما كانش مديله اي اهتمام، وابو سيدنا ابراهيم فضل مصر على كفر. المهم سيدنا ابراهيم كان يمشي في المدينه واللي يقابله ويشوفه بيشتري من الاصنام دي ينصحه ويقول له انت بتشتري حاجه مش هتنفعك ولا هتضرك، وكان يمسك الصنم يحدفه على الارض فيتكسر، يقول له ازاي انت واخد ده علشان تعبده ويحميك وهو مش قادر يحمي نفسه. ولكن الناس كلها ما كانتش بتدي اهتمام لسيدنا ابراهيم خالص، وبتعتبره بيستهزأ من الالهه وخلاص وبتسيبه ويمشي. وفضل سيدنا ابراهيم في المدينه كده فتره، لحد ما في يوم النمرود كان منزل اكل كتير قوي من القصر بتاعه وكان بيوزعه على اهل المدينه، وكان يمشي في وسط المدينه ويسال الناس ويقول لهم من ربكم؟ فكل اهل المدينه بالاجماع كانوا يقولوا انت ربنا يا نمرود، انت بتدينا الاكل وبترزقنا.
فالنمرود وهو ماشي كده وقف قدام شاب وسأله من ربك؟ فالولد الشباب اللي هو سيدنا ابراهيم ده يرد رد عن النمرود يفضل متسجل في القرآن الكريم لحد قيام الساعة. رد عليه رد يخزيه ويفضحه قدام اهل المدينة كلهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. سيدنا إبراهيم قال له أنا ربي بيعرف يحيي ويميت، أنت بتعرف تحيي وتميت يا نمرود. النمرود اتصدم من رد الولد ده عليه. كل أهل المدينة بيسجدوا للنمرود ويعبدوه، أول مرة يتحط في موقف زي ده. المهم في الوقت ده كل أهل المدينة مستنيين النمرود هيرد عليه يقول له إيه. فالنمرود قال له يا عم أيوه أنا بعرف أحيي وأميت، وجاب 2 من الشعب ووقفهم قدامه وقتل واحد ومشى واحد وقال له انا احيي واميت اهو، امت ده واحييت ده. والناس كلها مصدومه من اللي بيحصل وعاوزه تشوف سيدنا ابراهيم هيرد عليه يقول له ايه. ساعتها سيدنا ابراهيم زنقه وقال له مش انت بتعرف تحيي وتميت؟ سيبك بقى من اللي احييته ده كده، صحي لي اللي انت موتته دلوقتي. وهنا النمرود اتصدم حرفيا ومش عارف يرد على سيدنا ابراهيم، تفكيره اتشل وعرف ضعف، واهل المدينه اتصدموا هم كمان. ولكن النمرود لحق نفسه بسرعه وقال له كلمني كده عن ربك شويه يا ابراهيم، قول لي ربك كده بيعرف يعمل ايه تاني؟ قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. سيدنا ابراهيم قال له ربي بيعرف يجيب الشمس من المشرق، هاتها انت كده من المغرب. فبهت الذي كفر. النمرود اتصدم ومش عارف يرد على سيدنا ابراهيم. في الوقت ده النمرود اتفضح قدام المدينه كلها وما كانش طايق سيدنا ابراهيم وعاوز يخلص منه بسرعه، ولكن لو قتل سيدنا ابراهيم دلوقتي هيبان ضعف، عاوز يمسك اي فرصه على سيدنا ابراهيم علشان يخلص منه. المهم تمر الايام يا صديقي ويجي يوم كانوا اهل المدينه بيحتفلوا فيه في بابل، كلهم بيتجمعوا مع النمرود في مكان ويحتفلوا فيه ويسيبوا الاصنام بتاعتهم في مكانها في المعبد محدش يكون معاها. سيدنا ابراهيم اخذ فاس وطلع على الاصنام دي كسرها كلها الا الكبير بتاعها، حط عليه الفاس ومشي. وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. المهم الناس خلصت احتفالات ورجعت لقت الاصنام كلها متكسره. اتهبلوا قالوا مين عمل كده في الهتنا؟ الهه مين يهطل يا ابن الهطله انت وهو؟ والله كانوا اغبياء بطريقه صعبه وكلهم اغبياء. يعني لو غبي واحد فيهم بس، غبي واحد فيهم من الاغبياء دول كلهم فكر بس، فكر ثانيه واحده كان عرف ازاي ان ده اله ومش قادر يحمي نفسه، امال هيحمينا ازاي اصلا؟ المهم يا صديقي العزيز نرجع لموضوعنا. اهل المدينه كلهم اتفقوا ان اللي عمل كده سيدنا ابراهيم. ليه بقى؟ علشان هو الوحيد اللي بيقعد يعيب في الاصنام دي ويقعد يتكلم عليها كلام وحش، وكمان هو الوحيد اللي ما كانش في الاحتفال ده. فكل الادله تثبت ان سيدنا ابراهيم هو اللي كسر الاصنام. قالوا من فعل هذا بالهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فالنمرود هنا بقى ما صدق، جات له الفرصه علشان يعرف يخلص من سيدنا ابراهيم اللي كان جايب له صداع كل شويه. فجمعوا الناس وجابوا سيدنا ابراهيم قدام اهل المدينه كلها وسالوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ وكل اهل المدينه واقفين ومصدومين وعاوزين يشوفوا ايه اللي هيحصل في المحاكمه دي. يرد سيدنا ابراهيم بكل هدوء وثبات بل فعله كبيره، انا ما عملتش حاجه، اسالوا كبيرهم هو اللي كان هناك وهو شاف كل حاجه بتحصل وهو كمان اللي عليه الفاس، يعني ممكن يكون هو اللي كسره، اسالوه كده وشوفوه هيقول ايه لو كان بينطق اصلا. وهنا كل اللي سمع الكلام ده اتصدم ومش عارفين يردوا، كأن واحد كده جه اداهم كف على وشهم فواهم شويه وبداوا يبصوا لبعض، كل واحد يبص للي جنبه كده وبيستغربوا والله الولد ده بيتكلم صح، عنده حق والله في كلامه. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. رجعوا لنفسهم كده وفكروا وعرفوا انهم غلطانين وظالمين نفسهم. كل اللي حضر اتكسف من نفسه ونزل راسه في الارض مش قادر يرفعه، وعرفوا انهم ظالمين نفسهم وانهم بيعبدوا حجاره لا تنفع ولا تضر. يا اخي بالله عليك شوف الشخصيه وشوف قوه وثبات سيدنا ابراهيم، شوف ازاي سكتهم من الرد الصاعق بتاعه. ولا واحد قادر يرد على سيدنا ابراهيم، ولا واحد اصلا قادر يرفع عينه في عين سيدنا ابراهيم، وكل المدينه ساكته ومصدومه ومحدش قادر يتكلم. وهنا كمل سيدنا ابراهيم جلد فيهم وقال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون. والكل ساكت ومحدش قادر يرد عليه. وهنا يخرج واحد اهطل اهبل غلبته نفسه حرضه الشيطان ويقول بصوت عالي حرقوه وانصروا الهتكم. وهنا يؤمر النمرود جنوده بانهم يولعوا نار عظيمه. النار دي من اعظم نيران الارض. تخيل يا صديقي وصف النار دي في كتب التاريخ، بيقول لك من شده النار دي لو انت بره المدينه هتشوف لهبها، لو انت بره مدينه بابل اصلا هتبص كده تلاقي لهبها باين. وكمان محدش كان يقدر يقرب منها، اللي يقرب بس كان يتلطع على طول او يتحرق. كمان الطيور اللي كانت بتعدي من فوق النار دي كانت
بتقع فيها على طول تولع. الصهد اللي طالع منها واللهب اللي طالع منها كان عالي جدا وشديد. يا اخي من شده النار دي مش كانوا قادرين يودوا سيدنا ابراهيم فيها، صنعوا منجنيق كده وحطوا سيدنا ابراهيم عليه وحدفوه في النار دي. والمنجنيق ده اللي كانوا بيستخدموه في الحروب عشان يحطوا عليه طوب ويحدفوه لمسافات بعيده على الجيش العدو المقابل له. وفعلا حطوا سيدنا ابراهيم على المنجنيق ده وحدفوه. وسيدنا ابراهيم دلوقتي جوه النار الشديده دي، سيدنا ابراهيم جواها دلوقتي. واهل المدينه واقفين مصدومين، يعني عايزين يشوفوا، بيتفرجوا، كله بيتفرج. والنمرود مبسوط جدا، خلاص خلص من سيدنا ابراهيم اللي كان عامل له صداع وكسفه قدام الناس كلها كل شويه. ولكن يشاء ربك السميع العليم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. اهل المدينه بره مش مستحملين يقربوا حتى من النار، وسيدنا ابراهيم قاعد وسط النار قاعد يسبح ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اهل المدينه اتصدموا وكله حط ايده على راسه. والنمرود اتجنن، ازاي الراجل ده النار ما تاكلوش؟ ازاي النار العظيمه دي اللي بتاكل الاخضر واليابس وتاكل اي حاجه قدامها ما بتاثرش فيه؟ مين ابراهيم ده ومين اله ابراهيم وايه القوه العجيبه اللي معاه دي؟ وبعد ما النار انطفت بعد حوالي 40 يوم يخرج سيدنا ابراهيم من النار ومفيش في خدش ولا كانه كان في نار اصلا. وهنا بقى الناس بدات تامن بالله وتتبع سيدنا ابراهيم بس من غير ما يعرف النمرود علشان ما يأذيهمش. خلاص بقى الناس شافت ان النار ما اثرتش في سيدنا ابراهيم خالص، واله ابراهيم قدر يحمي منها. اما الاصنام فما قدرتش تحمي نفسها واتكسرت. حجه سيدنا ابراهيم كانت قويه وتقيله عليهم قوي. المفروض بقى النمرود كده يهدى ويرسى كده ويعرف بقى الحقيقه ويمشي في الصح، ويعرف بقى انه ولا اله ولا حاجه، وانه ولا معاه قوه ولا معاه نيل. الشيطان ضحك عليه، لكن لا بالعكس، تتجبر وظلم الناس اكتر، وكمان اتقلب على حليفه وصاحبه ابليس. قال له في ايه يا ابليس؟ في ايه يا ابليس؟ اللي بيحصل معانا ده زمالك، انت قلت لي يا عم ان هكون اقوى واحد على الارض ومش هيقدر عليا حد، وكمان يا ابليس انت علمتني السحر، يعني انا عارف اللي بيسحر مين واللي ما بيسحرش مين ابراهيم ده يا ابليس؟ ومين اله ابراهيم وايه القوه العجيبه اللي معاهم دي؟ يا ابليس ابراهيم ده اقوى مني ومنك انت كمان. وهنا ابليس مش قادر يرد عليه، هيقول له ايه بس؟ ما ابليس عارف الحياه كلها وعارف القصه كلها وعارف ان في اله وفي انبياء وعارف الدنيا دي كلها. المهم يا سيدي ابليس ما لقاش اي كلام يقوله، فقال له معلش يا نمرود بس انا نسيت الاكل على النار، هروح اشوفه وارجع لك على طول. ما تقلقش يا صاحبي، محلوله. وهنا يا صديقي العزيز ابليس سابه وهرب. وهنا بقى يبدا النمرود رحله جديده من التجبر والظلم من غير ابليس. بعد ما النمرود شاف كل حاجة قدامه وعرف ان ابليس كان بيكذب عليه، وكمان شاف قوة سيدنا ابراهيم وحجته القوية، ربنا سبحانه وتعالى بعت له ملك علشان يدعوه لعبادة الله ويبطل ظلم وتجبر في الارض. فالملك جه للنمرود وقال له اسلم تسلم وتمتلك الارض وما فيه، ولكن على منهج وشريعة سيدنا ابراهيم، وتعبد الله وتشهد ان لا اله الا الله. لكن النمرود بعد ده كله يرفض ويقول انا الله في الارض. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اخي كلام تقيل والله، كلام صعب اصلا ان الواحد يقول. ساعه ما الواحد بيقوله كده بيحس بتأنيب ضمير. ايه يا عم ده؟ استغفر الله العظيم. فراح الملك ده ورجع له تاني وقال له يا نمرود اسمع الكلام واهتدي واسلم تسلم واعبد الله واشهد ان لا اله الا الله وحده. يا نمرود انا عايز مصلحتك اسمع. يرفض النمرود للمره الثانيه ويتجبر أكتر. يروح الملك ده ويرجع له للمره الثالثه والاخيره ويقول له يا نمرود اهتدي واسلم تسلم واعبد الله، لكن النمرود يرفض للمره الثالثه. فهنا الملك بقى يقول له اجمع جموعك وانا اجمع جموعك، يعني انت يا باشا جمع جيش وانا اجمع جيش ونشوف مين اللي يكسب. هنا بقى النمرود زي ما قلت لك فرح واتبسط جدا وقال هي دي الحرب اللي هتقوم بيني وبين رب السماء، ولو كسبت فيها هكون رب الارض والسماء. يهطل يا مجنون، انت ما قدرتش على سيدنا ابراهيم والنار اللي انت عملتها ما اثرتش فيه، هتقدر ازاي على اله سيدنا ابراهيم؟ سبحان الله. مع ان في كتب التاريخ لما تيجي تقرا يقول لك النمرود ده كان ذكي جدا وسيطر على العالم كله، ولكن ما تعرفش جه واتغابى في الحته دي ليه؟ سبحان الله. يعني انت كنت هتخسر ايه يا نمرود لو كنت عبدت ربنا سبحانه وتعالى وكنت هتملك الارض برضه؟ سبحان الله. في ايه في القران بتقول افمن زين له سوء عمله فرآه حسن. تلاقي الواحد عمال يعمل حاجات وحشه، عمال يعمل حاجات وحشه، عمال يعمل حاجات وحشه وهو شايف ان هو بيعمل الصح، هو اللي بيعمل الحلو. النوعيه دي اكيد احنا شفناها كتير في حياتنا، والنوعيه دي خطيره جدا. النوعيه دي ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه نفسه، دايما شايف نفسه صح، عمره ما شاف نفسه غلط، ودايما شايف نفسه دماغه اكبر واحد وعقله هو احسن عقل، وانه بيفهم والناس كلها بتفهم اقل منه. حرفيا النوعيه دي صعبه جدا جدا وخطيره. ده النوع
اللي ربنا سلط عليه نفسه، يفضل عايش في غيبوبه كده مصدق نفسه ومصدق حاله لحد ما ياخد بالقرباج ويفوق. المهم دي كانت معلومه بسيطه كده في نص الفيديو. نرجع لموضوع النمرود. يدي امر لرجالته بانهم يجمعوا كل جندي في الجيش، ويبدا يتجمع جيش النمرود من كل حدب وندب، من كل اقطاب الارض يبدا يتجمع جيش النمرود ويجوا في بابل علشان يستنوا مين؟ علشان يستنوا جيش ربنا سبحانه وتعالى اللي جاي من السماء. النمرود واقف قدام جيش وشاف جيش كبير جدا، جيش مالوش اول من اخر، واسلحه احدث الاسلحه يا باشا، وايه خلاص مفيش حد هيقدر عليه، وواقف مبسوط كده مستني جيش ربنا سبحانه وتعالى علشان تبدا المعركه وينتصر بقى ويحكم الارض والسماء يا باشا، والفلوس تزيد والدنيا تلعب. ولكن فجاه كده من غير اي مقدمات ياتي جيش الله من السماء. ربنا سبحانه وتعالى بعت له جندي واحد من جنوده، يمكن كمان اضعف جندي. ربنا بعت له جيش كامل من البعوض. البعوض يا جماعه الذباب، اعداد مهوله يقال من كثره العدد بتاعه الجيش ده غطت الشمس وحجبت اشعتها كلها. انا عاوزك تشوف معايا بقى ربنا سبحانه وتعالى ذل النمرود ازاي علشان يكون عبره للي بعده. لا النمرود ولا الاعظم منه يجوا حاجه جنب عظمه ربنا سبحانه وتعالى وقدرته، ولا في مقارنه اصلا. انا عاوزك تعرف ان جيش النمرود كله اتباد، جيش النمرود كله اتمحى من على وش الارض. ربنا سبحانه وتعالى لما بعت لهم البعوض ده كل جلودهم ولحومهم وشرب دمهم كمان. الجيش كله خلص، ما كانش فيه موجود غير الملك بتاعهم اللي هو النمرود. ربنا سبحانه وتعالى سابه عايش علشان يذله اكتر وقت. ربنا ارسل له بعوضه تدخل من ودنه وتستقر في عقله. البعوضه دي تفضل تطلع صوت في دماغه ما تخلوش عارف يرتاح ابدا. تخيل ان الصوت اللي عمال يطلع جوه دماغه ده مش عارف يخليه ينام ولا يرتاح شويه، وما كانش يرتاح ولا يخف الصوت ده شويه غير لما ينضرب بجزم الحراس اعزكم الله. يعني منتهى الذل والاهانه. تخيل كده ان النمرود العظيم حاكم الدنيا يبقى قاعد كده مع مستشارين علشان يشوف الدنيا فيها ايه ويشوف شؤون الحكم وبتاع، وفجاه يصرخ ويصوت بصوت عالي ويضرب نفسه بالجزمه علشان يرتاح. ومش كده بس، يجري للحراس بتوعه كمان ويقول لهم اضربوني بالجزمه بسرعه علشان ارتاح. يا سبحان الله، كميه ذل واهانه ربنا ما يوريها لحد. يا عم ما تتجبرش وما تستقواش وما تشوفش نفسك على حد، لو انت قوي في الاقوى منك. سبحان الله يا اخي، سبحان الله والله العظيم. القصص دي الواحد يطلع منها بموعظه كبيره جدا. نرجع لموضوعنا يا صديقي. فضل النمرود على الحال ده 400 سنه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى اهلكه بالذبابه دي، وانتهى عصر النمرود علشان يكون عبره لكل ظالم ومفتري يجي بعد. اللي عاوز اوصله لك في نهايه الفيديو يا صديقي، ان الله يمهل ولا يهمل، وربنا سبحانه وتعالى بيسيب الظالم يتمادى في ظلمه علشان لما ربنا سبحانه وتعالى ياخده مش هيسيبه. كده يا صديقي المتابع نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. يا رب تكون استفدت حاجه من الفيديو ده. اتمنى تقول لي رايك في الحلقه تحت في الكومنتات، والقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.